النت لسه قاطع. الساعة دلوقتي 10 تاني يوم العيد، 10 الصبح. انا لسه مخلص مونتاج من شوية وبعمل له ابلود من التليفون. هو اللي بيتعمل له ابلود ده يعني ناقص بالظبط نص ساعة وينزل. يعني المفروض اتفرجوا عليه 10:30. المفروض النهاردة ان احنا هنروح لستو ان شاء الله. فانا هسيبه يترفع، احطه على الشاحن عشان ما افصلش واقابلكوا ان شاء الله تاني يوم. احنا تقريبا اتأخرنا جدا وطبعا عشان مش عايز انت مثلا تبهدل اهلك تاخدهم مثلا في اوبر لغايه هناك. اوبر يقوم عامل لك 1+6 يعني عشان ما تطلبوش. شيل يا ماما ده طالع لكم اهو. عامل ايه يا عم؟ ايه يا عم الشعر ده كله؟ يعني اديني شويه. لا عندك صغير. شعري صغير؟ امسك امسك. ممكن يا عم السبينر بتاعك. بص انا خدت ايه من اوج. بص خدت ايه من ايه. بص بتاعتك دي بقى ايه خفيفه جدا. جبتوا سبينر ولا؟ طب انا هاخدها منكم. ايوه يا خالو. لا واتس خالو. يا جماعه خالو جه من السعوديه الحمد لله وجاب لي جوبي، بس للاسف انا مليته غلط فطلع ده طلع ده حجمها تشيل موبايل عشان الجوبي بتاعتي نعمت. كنت انا اتكلمت عن خالو في فلوج قبل كده. كنت انا في ثانويه عامه وجبت 61 وخلاص بقى يعني كنت يأست من الحياه. فهو اللي فكان قال لي لا يا ابني كمل ان شاء الله واثق فيك. كنت جايب 61 في تانية، جبت 93 في ثالثه ثانوي. وكان يعني حاجه فاهم اللي انت عايز تثبت للشخص اللي حط الثقه بتاعته فيك ده ان انت حطيت الثقه في الشخص الصح وفي الموطن الصح. كنت بتموت نفسك طول السنه من اجل ان انت تقول له بص في ظل الناس كلها ما كانت خلاص شايفاك فشلت كان في انت مؤمن بيا فكان لازم تعمل حاجه. الاحساس يعني انا فاكر لسه اخر امتحان كان فلسفه ومنطق الحمد لله جبت فيه 50. بعد ما قفلته هو اول واحد جه في دماغي ووصلت كده لسعاده كده غريبه قبل ما النتيجه تطلع لان انا عارف انا حليت ازاي في الامتحانات الحمد لله. نسلم بقى على خالو. ازيك يا خالو؟ يا سلام حبيبي. عامل ايه يا شيخ عبد الله؟ عامل ايه؟ الشيخ عبد الله بقاله كتير في السعوديه ما يعرفش. يا مطوع. الغربه عامله ايه يا خالو؟ حلو. غربة اسمها غربة. ليه سموها غربة؟ ليه؟ عشان غربة. لا هموت قدام الناس. هموت. عملوا فيا كده ليه؟ بان العين. تعالي. دي حبيبة ودي وجد في سنة كام؟ ايوه في ثالثة ابتدائي؟ في ثالثة ابتدائي. وانت في سنة كام؟ في سنة مش عارفة. انت في سنة كام يا موكلي؟ في سنة معرفش. هو ووجد في نفس السنة مع بعض. هما الاثنين في سنة معرفش. احيانا كده بتبقى عايز حاجة ومش عارف ايه هي. في حوار جامد قوي كده بعمله. بحط العنب في الفريزر وبعد ما بيخلص بيبقى مش عارف. جربوه هنتوضى وننزل ايه؟ شاطر. ايه ده ايه؟ وبعدين جيب لي حاجه بصي ايه ده اجيب لك حاجه حلوه الفجر نشرب بقى. هحقق لك احلامك دلوقتي. صح؟ صح. استنوا كده اما ايه؟ احنا كتير قوي. عايز ايه بقى؟ عايز عايز حاجه حلوه كتير. مكسك واحد
لا ما اجيب لك مسدس واحد. لا لا والله لا وفرت والله. عايز مسدس واحد وموتوسيكل واحد وحاجه حلوه كتير. ها؟ طب ما ينفعش حاجه حلوه واحده؟ ما انا هجيبك معاك. لا لا اذا كان كده ماشي. لا هو يا جماعه عايز حاجه حلوه كتير عشان هيجيب لنا. انا عاوز تاني. كده كام الحساب كام؟ عبد الله 16 عبد الله 24. انت بتقولي انا دلوقتي عاوز تاني. فين فلوسك فين؟ مش معايا. انت كده دلوقتي مش معايا فلوس؟ طب مين اللي هيحاسب دلوقتي؟ معاك ورقة شوية. مين اللي هيحاسب دلوقتي؟ مش معايا كنت داخل من النوم. بتضحك عليا؟ ضحك عليا وجابني لغايه هنا وقال لي معايا فلوس. والله يا عمري مش معايا. خلاص انا مصدق. ايه؟ معكش فلوس؟ ماشي. بقول لك ايه؟ هقابلك بكره انا ماشي؟ هنام يلا سلام. مين ده؟ تقريبا محدش صاحي غيري. عايز اتكلم في 3 حاجات. اول حاجه لسه كنا بنتكلم انا والعيله يعني ان احنا عندنا ايه نعم كده مش واخدين بالنا منها، ان احنا بفضل الله لسه بنتجمع الحمد لله وبنحكي مشاكلنا، على الرغم ان الهدف الرئيسي من الدنيا مش ان احنا يعني نتنافس فيها. فكنا بنتكلم ان احنا كل واحد فينا عنده الهدف اللي المفروض بيحققه في الأسرة بتاعته، ولكن صلة الرحم وان احنا دايما بنتجمع وبناخد نوايا ان احنا لما بنشوف بعض بندخل السرور على قلب بعض والكلام ده كله. الحمد لله ان احنا لسه متصلين رغم مشاكل الدنيا الكتيرة جدا ورغم العتابات اللي بتحصل بسبب التقصير. دي حاجة احنا مش واخدين بالنا منها، انها اصبحت عادة هابت عندنا في كل عيد في حياتنا لازم بنتقابل اليوم ده. وغير بقى كده احنا بنبقى مقصرين مع بعض، بيحصل مشاكل، لا انتوا ما اتصلتوش بيا، انتوا ازاي ما جيتوليش، كذا كذا كذا. فالحمد لله ان اساسا في فرصة ان احنا نتكلم مع بعض ونعاتب بعض، لان في ناس كتير قوي ما عندهاش الفرصة دي. تاني حاجة عايز اتكلم عنها ان كورس الفيلم ميكنج هيبتدي، اللي هو مع علاء حمدان وطارق، وده اللي ناس كتير سألتني عليه. دي المواعيد اللي هتظهر قدامكم دي، وفي الديسكريبشن هحط اللينك بتاع الايفنت لو حد عايز يستفسر بقى كل كورس عبارة عن ايه. هو في سيناريو وصناعة افلام ومونتاج. انا ان شاء الله خدت صناعة الافلام، هاخد السيناريو باذن الله. ولو حد عنده اي استفسار بقى او حد خلاص يعني عايز يروح يبعت لهم في الايفنت او يكلمني على الايميل اللي موجود برضو تحت في الديسكريبشن ان هو خلاص جاي، فانا هبعت له لينك يكلم حد يحجز معاه ان شاء الله على طول. وان شاء الله برضو عشان مش هيقدر يجي انا هعمل فلوجز في الايام بتاعه الكورس عشان اشرح كل الحاجات ومعظم الحاجات اللي انا استفدت منها باذن الله. دي الحاجه رقم كام دي؟ 3. حاجه رقم 3 بقى الغريب جدا ان الواحد سبحان الله بيعمل الفيديو كده وما بيبقاش عارف ان هو ممكن يأثر في حد بالشكل ده. فلما جيت هنا العيله بيقولوا لي ان احنا عيطنا في فلوج كده، انا مش عارف ازاي، اللي هو كنت عامله مع والدي، كان اسمه فلوج خاص جدا. هطلع اللينك بتاعه هنا واحط الصوره بتاعته دلوقتي تحت. فانا ما بقاش عارف اللي انا بصوره ده هيأثر في الناس ازاي، وناس كتير بتبعت لي رسائل ان الفلوج قوي، بس انا من كتر ما الرسائل دي بقت بتتبعت ما بقتش احس بالتأثير بيها في نفسي، بس هو التأثير واقعي يعني وبيحصل فالحمد لله. فبرضو في ناس قالوا لي قول للناس ان هم يعملوا سبسكرايب وركز على الموضوع ده ويدوسوا على الجرس عشان يجي لهم الفلوج اول ما ينزل. هو بفضل الله يعني انا بزيد بالراحه جدا بس مش مشكله يعني الحمد لله. الناس اللي عندي معظمها بتتفرج، وما ينسوش ايه بقى، يلا اعملوا لايك واعملوا شير وسبسكرايب. سلام عليكم. مهما طال الزمان وأبعدت